نهار لحد صارت حاجة أول مرة تصير في تاريخ الراب العالمي، واللي هي حصول غنية نوت لايك اس لكندريك لامار على 3 جوائز في الحفل العالمي لتوزيع الجوائز جرامي كأفضل أداء راب وأفضل غنية راب وأفضل فيديو موسيقي. وبهذا أصبحت غنية نوت لايك اس أكثر غنية راب تتويج في تاريخ جوائز جرامي العالمية. ولكن وراء الغنية هذه من أكبر لي بيف اللي صاروا في تاريخ الراب، واللي هو بيف كندريك لامار ودريك، اللي حطم به كندريك لامار دريك. الحكاية بداية عام 2013 وقت ظهر كندريك لامار في غنية كنترول واتاكا برشا رابورات امريكان منهم دريك اللي استفزته الحكاية برشا ما جاوبوش، وقعدوا الزوز يطيشوا في بارات لبعضهم حتى عام 2023 وقتها هبط كندريك لامار غنية The Hard Part 5 اللي جبد فيها دريك في برشا مرات لكن بدون ذكر اسمه. يجاوبوا دريك بأغنية Search and Rescue واللي انقد فيها التكبر متاع كندريك لامار والليجو تريب اللي قاعد يعيش فيه. في عام 2024 زاد كبر البيف أكثر وقت هبطت غنية فيوتشر مع كندريك لامار في 22 مارس 2024 واللي اسمها Like That، واللي هاجم بها كندريك لامار دريك بشكل واضح وقت اللي قال بيج 3 هما كندريك لامار ودريك وجي كول. لهنا صارت نقطة تحول كبيرة في البيف متاعنا وشعل بطريقة مش عادية، ويهبط دريك غنية وشابس وهي كانت عبارة على ديستراك موجه لكندريك لامار آخر اسمه إيفوريا اللي انقد فيه كندريك دريك في برشا حاجات وقت اللي ويجاوبوا دريك بديستراك واحد آخر اسمه فاميلي ماتر وجه بيه دريك برشا اتهامات خطيرة لكندريك لامار، منها انه هو يخون في مرته مع برشا نساء، وزعم زاد انه واحد من ولاد كندريك ماهوش من صلبه وجاي من عند مدير اعماله، واللي قالوا فيها زاد وتفكروا استر ضي برشا باش نرجعوا لهم بعد. ويجاوب كندريك لامار بعد بضع سويعات بديستراك اسمه ميت ذا جرامز اللي قام زاده بتوجيه اتهامات خطيرة لدريك منها التجارة بالبشر والتحرش الجنسي وبرشا حاجات اخرين. وما بطاش برشا ويزيد يهبط له ديستراك واحد اخر اللي يدمر بيه دريك واللي اسمه نوت لايك اس قد فيه كندريك دريك برشا وزيد وجه له برشا تهم منها انه هو بيدوفيل، ووجه برشا تهم اخرين زاده لليكيب نتاع دريك انه هما متحرشين. وبعد بنهارين دريك يهبط ديستراك اخر اسمه The Hard Part 6، لكن الدسة ذا ما كانتش عنده حتى قيمة عند العباد، والاغلبية اعتبرت انه كندريك لامار هو اللي ربح البيف. وانتي حسب رايك شكون ربح البيف؟